أمطار وعواصف رعدية موسمية، ودرجة الحرارة ستصل إلى معدلات قياسية بالجزائر. إلى التفاصيل: درجة الحرارة ستتراوح ما بين 37 درجة بعين صالح بأدرار، 38 درجة مئوية بزوز الدباغ، 36 درجة بورقلة، 32 درجة بغرداية، 30 درجة بجلفة، 23 درجة ببسكرة، 25 درجة بالمشرية، 22 درجة ببشار، 27 درجة بأدرار، 40 درجة بعين صالح خلال يوم السبت، 41 درجة بتمن راست، 39 درجة وبأدرار، 40 درجة خلال يوم الأحد. موجة الحر ستضرب الجزائر خلال نهاية الأسبوع وبداية من الأسبوع المقبل، وهناك أمطار وعواصف رعدية قوية جدا ستكون حاضرة بقوة بالمرتفعات الجبلية، وخاصة على الولايات الغربية ووسط البلاد والولايات الشرقية. بخصوص الأمطار والعواصف الرعدية المتوقعة خلال يوم السبت: أمطار غزيرة وأحيانا قوية بسيدي بلعباس، بوهران، بمستغانم، بتيارت، بعين نصارى، المدية، جلفة، أفلو، ورقلة. أمطار حاضرة بالبيض والمشرية ومستغانم والشلف وخميس مليانة والمليدة وتسمسيلت ومعسكر وغليزان وعين الدفلة وتيبازا. وخلال يوم الثلاثاء أجواء غير مستقرة بقسنطينة وسوق هراس وبجاية وتبسة وبرج بوعراريج والمسيلة وباتنا وبريكة، وأجواء غير مستقرة كذلك بالمدية، مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية في بعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية حسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي. وقبل ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر، فقد تبقى هذه مجرد توقعات بعيدة المدى قد تتغير بسرعة. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالجزائر.